السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برج القوس، ونصيحة على الماشي، نصيحة ليومين مهمين جدا، يوم 18 ويوم 19، وانتقال القمر إلى بيتك التاسع برج الأسد، بيت الرزق الواسع. فترة يحدث فيها أن تجد الحلول لكل شيء كان معقد في حياتك. هتلاقي القبول من كل شخص من الممكن كان يقف أمام طريقك وحياتك. مرحلة يحدث فيها التصالح، وفترة يحدث فيها جني ثمار للكثيرين، التواصل مع الآخرين والسفر وحظوظ العمل. أيضا خلال الفترة ابعد عن من يحاول استفزازك، فالمرحلة ستكون أفضل إذا كنت في تركيزك أو في وضعك الطبيعي. فترة هترجع لوضعك الطبيعي، إنك تبقى الأول وإنك تبقى المسيطر وأنت الأكثر حظا وبشرة خير خلال يومين. اللي عايز يعمل حاجة يعملهم في اليومين دول، يوم 18 و 19، فأنت الأكثر سعادة والأكثر حظا. ما تنسوناش بالدعم والاشتراك، ودي كده حلقات هعملها كل تحرك القمر هقول لكم النصائح ونصيحة على المشي. السلام عليكم.